الست دي كانت شايفه ان حبيبها فقير قوي، فاختارت واحد تاني معاه فلوس. بعد ما سابته الندم بدأ يقرصها، افتكرت كل اللحظات الحلوه اللي بينهم، هو دايما كان بيعملها كويس. دلوقتي هي اللي اختارت بايديها انها تسيب الراجل ده. ايما ما قدرتش تستحمل اكتر من كده، قررت ترجع لحبيبها. راحت للسوبر ماركت وهي مليانه امل، بس لقت الدنيا اتغيرت تماما. بيل بقى عنده حبيبه جديده، شافتهم هما الاتنين قريبين من بعض جوه المحل. ايما ما قالتش كلمه تي، لفت وخرجت محبطه، بس برضه ما كنتش ناويه تستسلم بسهوله عشان تكسب حبيبها القديم. ايما رتبت ان يجي مدير جديد للمحل. اول ما غراي جت تشتغل لقت حاجتها متشاله بره. بسرعه سالت ليه. المدير الجديد عرف نفسه وقال ان اوضه التخزين مش معموله لحاجات شخصيه، ولازم كل الكركبه تتشال. موظفه كانت واقفه جنبها حاولت توري نفسها، مدت ايدها كده علشان تثبت ان عندها قوه، بس بعد كام محاوله غراي ما اتاثرتش خالص، لحد ما غراي بدات تضغط. الموظفه صرخت من الوجع، غراي حذرتها وبعدين مشيت. بس الاتنين ما وقفوش عند كده، بقوا يتعمدوا يضايقوا غراي، يقولوا لها التنظيف مش مظبوط والبضاعه مش مترتبه، وكل ده علشان ما يعملوش مشاكل لبيل. غراي كتمت غلبها وكملت الشغل زي ما طلبوا، ولما خلصت اخيرا وقعت من التعب على الكنبه وبصت لاوضه التخزين اللي قدامها. افتكرت ايامها مع بيل، الاوضه الصغيره دي شايله ذكريات كتير، لحظات حلوه وخناقات كمان. ولما كانت بتزعل كان بيل دايما بيديها احساس بالدفى ويطبطب عليها. بس دلوقتي كل حاجه اتغيرت، حتى اللحظه اللي كانت مستنياها كل يوم بقت دلوقتي مجرد ذكرى من غير بيل، وما بقتش لاقيه سبب يخليها تكمل.